فيديو النهاردة من قناة إسلام وان هنعرفك ازاي تفك اكسدام عربيتك. كان في حد من المتابعين على القناة طلب مني يعرف ازاي الاكسدام بيتفك، وده يعتبر الفيديو من ضمن سلسلة تغير شكل عربيتك. ان احنا هنغير الاكسدام الامامي، ففي الفيديو ده هوريك ازاي بتفك الاكسدام. طبعا عشان نفك الاكسدام لازم نفك عجلة الكاوتش، وبعد كده نفك مسامير الكارتير او الكفر اللي فوق الكاوتش اللي رابط الاكسدام من الداخل، بيبقى مربوط بمسامير سن صاج 4 أو 5 مسامير. دي هنفكها ونخلع من الاكسدام الكفر البلاستيك او الكارتيرة البلاستيك. ده كده المسمار التالت، بيبقوا من 3 ل4 مسامير، ودي بتبقى معانا اول خطوة في حل الاكسدام. بعد كده هنروح نفك فانوس العربية. طبعا فيديو ازاي تفك الفانوس موجود، ممكن ترجع تشوفه على القناة وبسيب لكم الرابط. على العموم هو بيتفك من 3 مسامير، ادي المسمار الاول والتاني والتالت. حضرتك ممكن تشوف الطريقة بالتفصيل في الفيديو بتاع رفع فك الفانوس، وده موجود على القناة. هسيب لحضرتك الرابط. ده الشكل بعد ما فكينا الفانوس. ليه بنفك الفانوس؟ لان تحت الفانوس من جوه الرفرف مربوط هو والاكسدام بمسمارين، واحد والاتنين بيبقوا سن صاج، واحد من قدام من تحت الفانوس بالظبط، وواحد من ناحية فردة الكاوتش او من ناحية العجلة. هتفك المسمارين هيكون الاكسدام حر من الجنب ده. ناخدها خطوة خطوة. ده المسمار الاول اتفك، هنفك المسمار التاني. المسمار التاني من قدام من ورا الكارتيرة اللي احنا لسه فكينها، هنفك المسمار التاني من فوق علبة الهواء. ده أول، ده تاني مسمار. كده الاكسدام زي ما حضرتك شايف دلوقتي الاكسدام بقى سايب من الجنب ده. فاضل 3 كليبسات بلاستيك مربوطين قدام تحت صباعي كده، 3 كليبسات بلاستيك. بص كده شكل الاكسدام بقى سايب من الجنب ده. بعد كده هنروح الجنب التاني، الجنب اليمين، هنفك الفانوس برضو بنفس الطريقة، لأن طبعا الفانوس بنفس الفكرة تحت مسامير السن صاج. أجري الفيديو في الحتة دي عشان وقت الفيديو. وطريقة فك الفانوس بالتفصيل موجودة على القناة، وهسيب لحضرتك الرابط وبقية الروابط بتاع تغيير الرفرف وتغيير شكل العربية بالكامل. كده الفانوس اتخلع، هنخلع اللمبة. وبعد كده بعد ما فكينا المسامير السن صاج وفكينا المسامير الكليبسات البلاستيك، نسحب الاكسدام لقدام. كده الاكسدام بقى سايب. فاضل الفيشة بتاع الفجات. لو كانت عربيتك فيها فجات هنشيل الفيش بتاع الفجات. هوضح لحضرتك الفيش برضو. طبعا اللي عملناه في الجنب الشمال عملناه في الجنب اليمين، الكارتيرة والمسامير بتاع الرفرف. دي الفج بيبقى راكب في الاكسدام، ودي الفيش بتاعته بتبقى راكبة في الفيش اللي موجودة في جسم العربية. الفيشة اللي قدام حضرتك دي الفيشة بتاعت الفج، تبقى راكبة في الفيشة اللي في العربية زي ما حضرتك. ده شكل العربية بعد ما فكينا الاكسدام. بيبقى تحت الاكسدام الفل، وتحت منه الاكسدام الشاسيه الحديد. بعد كده هناخد بقى لما نيجي نركب الاكسدام الجديد، هناخد الشبكة وناخد الفجات، الشبكة دي والفجات نركبهم في الاكسدام الجديد. ويا رب الفيديو